السلام عليكم. اليوم غنقدموا واحد الكيكه خطيره في المذاق، كتجي زوينه بزاف. تبعوا معايا الطريقه باش نشوفوا كيفاش غنصايبوها. عندنا هنايا واحد كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، زيت نباتي. كنزيدوا 3 ديال البيضات، كنديروا 3 ديال البيضات بحراره الغرفه باش كيجي الكيك ديالنا زوين. كما كتشوفوا كنزيدوا 3 ديال البيضات، من بعد كنخلطوا مزيان المكونات. صافي هنا كنزيدوا معلقه ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، وكنديروا زوج ديال لي ساشي ديال فاني، وزوج خميرات ديال 7 غرام. صافي من بعد كنخلطوا العناصر مزيان. كتجي هاد الكيكه رائعه في المذاق وكتجي معلكه من الداخل، كيجي فيها واحد المذاق خطير بزاف، واللي داقها عندي كتعجبو كيقول لي شنو درتي فيها. كيجي المذاق ديالها زوين بزاف ومميز. صافي من بعد كنخلطو مزيان كما كتشوفوا. من بعد كنزيدوا واحد كاس ديال القرقاع مطحون. انا هنايا درت القرقاع مطحون مع اللوز مطحون محمرين شويه، حمرتهم شويه في الفران ومهرمش. كنزيدوا شويه ديال الخيزو، قياس واحد الجزره ونص ولا جوج جزرات صغار، يكونوا صغار، يكونوا محكوكين في الحكاكه اللي رقيقه، ما تحكوهمش في الحكاكه الغليظه، كنحكوهم في الحكاكه اللي رقيقه باش كتجي داك الكيكه معلكه من الداخل، كتجي زوينه في المذاق ديالها. صافي من بعد ملي كنخلطو مزيان كنبقاو نزيدو الطحين شويه بشويه. المقادير راني غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف، مضبوطه ان شاء الله باش تجيكم الكيكه ديالكم زوينه. صافي كنزيدو هنا الطحين غير شويه بشويه، كنبقاو نكبو معلقه بمعلقه. عندي الطحين هنا راه مغربل، كنغربلو الطحين ديالنا هو الاول، عاد كنبقاو نزيدوه شويه بشويه. هنا راني مازال كنزيد شويه ديال الطحين. انا كندير عيني ميزاني، ما عبرتش الطحين، ولكن راني غادي نحط لكم القياس اللي حطيت اللي درت تمايا. غادي يكون عندي جهد كاس ونص ديال العنبه ديال الفرص. صافي من بعد كنجيبوا المول ديالنا كما كان عندكم. انا عندي هذا المول هذا كتجي فيه الكيكه زوينه، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بشويه ديال الطحين باش ما تلصقش لينا الكيكه. ومن بعد كنفرغوا الخليط ديالنا وكنديروه في الفران على 160 درجه حتى كطيب على مهلها. من بعد الكيكه ديالتنا هي طابت في الفران،
شوف كيف خرجات، كتخرج زوينه بزاف، كيخرج الشكل ديالها زوين. وصافي من بعد كنديروا لها، كنكبوا عليها لاصوص ديال الشوكولا. هاد لاصوص هادي راني صايبتها بالشكلاط بيض مع كريم فريش، كندوبوهم باش كتجي لاصوص معلكه، كتجي زوينه. ومن بعد كنديروا عليها الكركاع مهرمش بحال هكذا، كنزينوها بالتزيين ديالها كيجي زوين بحال هكذا. وانتم زينوها بالطريقه اللي كتعجبكم.